السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجالة تالتة ثانوي، أخباركم إيه؟ النهاردة إن شاء الله المحاضرة رقم 3. النهاردة محاضرة كتير من الناس أخدت الدرس ده، بس من الآخر الدرس ده كرهها في اللي جاي كله. يعني من الآخر في ناس أصلا بتقف عند الدرس ده وبتعطل فيه فترة وبتبدأ تسيب المدرس بتاعها وتقعد تلف على مدرسين مصر كلها علشان الدرس ده تقيل عليها، لأنها مش هتفهمه دلوقتي ولا كمان لما يخش على الدرس الثالث ولا الرابع. ففي ناس اصلا بتقتصر الطريق وبتروح تقسم السنه، وفي ناس بتفضل على الدرس ده وتلاقي المدرس بتاعها طار شويه. مبدئيا كده الدرس ده مش بس انت اللي حاسس ان هو صعب، ناس كتيره بل ممكن اصلا 99% من الطلبه كلها بتلاقي ان هي بتعطل في الدرس ده. وانا بقول لك حتى انا لما جيت دخلت على الدرس ده رحت خفت منه كده. وعاوز اقول لك بس علشان في ناس جديده اول مره تسمعنا، انا اصلا كنت مأجل ثانويه عامه بسبب الفيزياء اول ما دخلت على الدرس ده. فانا بقول لك اهو بلاش تتخض من الدرس ده، والدرس ده علشان تفهمه كويس جدا او تحل اي سؤال يقف قدامك مش بكبر المسألة زي ما بشوف ناس بتبعت لي مسألة فيها رسومات كتير. هو كل الفكرة ان السؤال ده انت ممكن تروح له بعد ما تتمكن من الدرس كله. فازاي يا مستر اتمكن من درس توصيل المقاومات؟ اول حاجة افهم كويس، وان شاء الله يبقى يعني في الحصة دي نديك طريقة تحل بيها اتخن سؤال عندك في توصيل المقاومات. وما ينفعش ان انت تروح للليفل الصعب على طول، لازم تمشي في توصيل المقاومات خطوة خطوة. ولو انت ربنا وفقك وخلاك ان انت يعني بقيت كويس شوية، اوعى تستهون باي مسألة سهلة وتحلها بالنظر. دلوقتي مش وقت ان انت تحل اي مسألة توصيل مقاومات بالنظرة، لان احنا لما كنا في ثانوية عامة وربنا ادانا كده القوة في السنة الثانية وبقيت خلاص حريف فيها، عاوز احل السؤال بالنظرة، فده كان ممكن يوقعني في غلطات كتير. فاوعى تحل السؤال بالنظرة دلوقتي. قدام شوية هنعلمك ان انت بالنظرة كده تعرف تجيب المقاومة المكافئة. يعني ما تجيش تقول والله يا مستر 8 و4 خلاص بقت مش عارف كام. لا، مش دلوقتي، اللي جاي ان شاء الله. لكن دلوقتي انت واجبك انك انت تحل خطوه خطوه. يبقى يا مستر اديني الخلاصه كده علشان ابقى متميز في درس توصيل المقاومات. ما تخافش، حتى لو المدرس بتاعك شرحه وانت حاسس ان انت مش فاهمه قوي، ان شاء الله نظبطه لك الحصه دي. وهو ممكن الراجل يبقى ليه طريقه كويسه بس انت ما استوعبتهاش قوي، فان شاء الله نظبطها لك في المحاضره دي. تاني حاجه، حل السهل قبل الصعب، ومش بعينك، بالورقه والقلم. ولو غلطت عادي مفيش اي مشكله، ولو حتى داخل على الدرس الثالث وبتغلط في الدرس الثاني مفيش اي مشكله. من الاخر طمن نفسك بنفسك. ولو انت عاوز تتحسن في الدرس ده، خلاص انت فهمت الدرس بتاعك، حل عليه كتير واغلط، مفيش اي مشكله، انت لسه في بدايه السنه بتاعتك. والله العظيم اصلا لما تيجي تخش على الباب الثاني والثالث هتلاقي ان اصلا في الامتحانات بيجي من الدرس ده سؤال او 2 بالكتير. فانت ما تخوفش نفسك لمجرد درس. ان شاء الله نبسطه لك في الفيديو ده، وكمان بعد ما ان شاء الله نطلع لليفل الصعب، المسائل الصعبه في الفيديوهات الجايه ان شاء الله هعمل لك واشرح لك يعني طريقه النقاط في فيديو لوحده. الناس اللي هي يعني شافت الفيديو بتاع السنه اللي فات، احنا حلينا مشاكل كتير لناس كان عندها مشكله في مسائل توصيل المقاومات اللي هي افكارها عاليه شويه. هحط لك برضو لينك الفيديوهات الخاصه شرح طريقة النقاط تحت كل فيديو يخص توصيل المقاومات علشان ما تتلخبطش ان شاء الله. ما تنساش ان انا هحط لك كمان رقمي تحت، وهحط لك كمان لينك جروبات الواتس بتاعتنا، ولينك صفحة الفيس، ولينك جروب التليجرام علشان تبقى قريب مننا وتتابعنا ان شاء الله. احنا دلوقتي عاملين جروبات خاصة لاولى وثانية وثالثة ثانوي، وان شاء الله هنحدد لك يوم في الاسبوع باذن الله نطلع حصة لايف نحل لك كام سؤال كده فيهم افكار على كل درس بنشرحه. وهستنى منك كمان ان انت ممكن تسألني في اي حاجة جوه اللايف بتاعنا. كل ده بفضل الله مجانا. اتمنى ان انت تشير الفيديو ده لكل زمايلك وسبسكرايب للقناه لو انت اول مره تشوفنا، ولايك على الفيديو ده علشان يوصل لكل الناس. ومستني انت الدرس اتظبط معاك ولا لا تحت في الكومنتات.